انت عارف ان انت ممكن تكون عايش مع مراتك وهي بتحترق، وانا مش قصدي خالص انها بتحترق من الغيظ منك طول اليوم، لان ده العادي. فكرة الاحتراق النفسي بالنسبة للستات. فقبل بس ما ترد وتقول ان الشغل هو اللي عامل فيها كده وانا قلت لها من زمان تقعد، عايزه اقول لك ان اكتر من 60% من الاحتراق النفسي عند الستات مش من الشغل، بل بالعكس بيكونوا ستات قاعدين في البيت عادي. الاحتراق ده مش لازم يكون وظيفي بس، احتراق ذهني وعاطفي ونفسي. كل ده ممكن يحصل لاي ست لسبب واحد بس، ان الست دي تكون على طول بتحاول توازن ما بين كل حاجه، بيتها وشغلها والولاد وحضرتك واللي وراها، تنسى انها محتاجه وقت لنفسها، محتاجه تسمع صوتها، محتاجه تهدى كده وتتنفس. عايزه ابهرك واقول لك ان الدراسات اثبتت ان 42% من الستات عندهم اعراض الاحتراق النفسي. احيانا كتر المسؤوليات والضغط النفسي اللي هي بتمر بيه كل يوم بيخليها توصل لمرحله ان هي ما عندهاش طاقه تحس بالحاجات الحلوه، ما عندهاش طاقه تضحك، ما عندهاش طاقه اصلا حتى تتكلم بالراحه. خليني اقول ان الموضوع ما ينفعش نستهون بيه، وان في ناس وصلت انها راحت تتعالج من كتر ما هي ما كانتش فاهمه في الاول ان ده احتراق نفسي بيحصل لها. فعمر ما البيت هيكون كويس ولا الولاد هيكونوا مبسوطين، ما للاسف ست البيت بتعاني من الاحتراق النفسي ده. فكره سكون هو مشروع تخرج من طلبه في كليه اعلام، عملوا كوميونتي كامل يحاول يسبورت او يعرف الستات اكتر يعني ايه احتراق نفسي. عايزاكم تخشوا في البيج عندهم وتشوفوا البوستس وتحاولوا تسالوهم عشان نعرف اكتر عنه ونتعلم عنه اكتر، عشان حتى نحاول نساعد نفسنا. يمكن انا مش واخده بالي وممكن اكون عندي احتراق نفسي عادي.